واحنا بنودع المشروبات الساقعة قبل الشتاء، تعالوا نودع كمان كام صفة شخصية فينا ممكن تبقى فيكي او ممكن تبقى كمان في اعز صحابك. للأسف مش المفروض تبقى موجودة. وانا هنا مش بتكلم عن انك ما تكدبيش او انك خليكي امينة معاها، انك مثلا ما تحاوليش تتطفلي على تفاصيل حياتها اللي هي مش حابة تقولها لك. مش ده اللي انا جاي اتكلم فيه. انا جاي اتكلم عن نقط عميقة شوية اكيد جت في بالك مرة او اتنين مدار علاقاتك كلها، ولو ما جاتش في بالك فلو هتيجي في بالك في المستقبل فانا جايه لك من المستقبل عشان اقول لك ازاي تتعاملي معاها. هاتلكم بقى حاجه بارده او حاجه سخنه تشربوها. انا عن نفسي جايبه عصير مخترعاه الساعه 3 الفجر والله العظيم عشان نتسلى كده سوا فيديو النهارده. ودي حاجه من اللي انا هقولها النهارده في الفيديو مريتي بيها في حياتك او في حد من صحابك حسيت ان هي مر بيها، اعملي لهم شير وكمان اعملي لايك وكومنت برايك. ويلا بينا نبدا في واحده من حلقات فاطمه والبنات. ويلا بينا نبدا في اول نقطه. اكتر نقطة صعبة علينا كبنات نقطة ان البنت تعترف قصاد نفسها ان هي غيرانة من صاحبتها. هو طبيعي، ده مش معناه انك قد ايه وحشة او انك قد ايه مش صاحبة صاحبتك مثلا، او انك انا ازاي فيا مشاعر الغيرة، انا ليه غيرانه ان هي حصل لها حاجه معينه، او انا ليه غيرانه ان هي احسن مني في حاجه معينه. انا جايلك من المستقبل عشان اقولك انه عادي تحسي بالغيره مره مرتين في حياتك، طالما مشاعر الغيره دي بس انتي بتحتفظي بيها لنفسك وما بتحاوليش حتى لو للاسف اذيتي بيها واحده صاحبتك، دي مش بتبقى حاجه حلوه. واتمنى انك تعترفي قصاد نفسك بيها وتروحي تعتذري لها من غير ما تبوخي الدنيا، يعني من غير ما تقوليها انك كنتي غيرانه. اعتذري لها عن طريقتك، اديتيها كده رد فعل معين عن حاجه هي جايه تقولها لك وانتي غيرتي فتنرفزتي. عارفين انتوا الحوارات دي حاسين الموضوع على طول. عرفي ان في هنا نقطه نقص، والنقص طبيعي يا بنات فينا كبني ادمين. اللي يفرق بقى انسان كويس من انسان مش كويس؟ في انسان عارف يتعامل مع نقصه ويطوره ويحسن من نفسه عشان نفسه، وفي انسان كسلي مدرك ان هو عنده نقص في نقطة معينة ولكن ما بيحاولش يصلح ده، بل بالعكس طول الوقت بس عمال يرمي اللوم على الناس اللي حواليه، او عمال يبص على الناس اللي حواليه ازاي هم حظهم احسن منه ومش بيعالج نفسه. طيب بالنسبة لمشاعر الغيرة اللي فجأة انا حسيت بيها ومش عارفة اتعامل معاها، لان هي مثلا اول مرة احس بالاحساس ده، اول مرة احس ان انا متضايقة ان في حد معين عنده حاجة معينة ومش عندي. اول حاجة يا ريت تقوليها لنفسك في دماغك انه مش بس في نقطة ان ربنا بيدينا كل حاجة على قد طاقتنا وان الناس عندها حاجات حلوة وحاجات وحشة. ادركي 1,000,000% ان الحاجة اللي عندي وانتي نفسك قوي ان هي تبقى عندك من هي عندي اصلا، او نفسك تعيشي حياتي، انتي لو عايشة حياتي مش هتبقي مبسوطة. كل واحد في الدنيا بياخد حاجة حلوة بياخد قصادها حاجة تانية ممكن تبقى تقيلة عليه، ممكن لسه مش عارف يتعامل معاها. انا مش بقول هنا ربنا بيدي حاجة وحشة، استغفر الله العظيم، لا، بس انا بقول هنا ان الدنيا متوازنة. مفيش حد حياته 100% حلوة الا لو هو ادرك ان هو عايز حياته تبقى 100% حلوة. بس ده مش نقطته هنا دلوقتي. نقطته هنا انه في حد انا بص على الحاجة اللي معاه ونفسي الحاجة دي تبقى عندي، بس الواقع ان الحاجة دي لو جات لي دلوقتي انا مش هبقى سعيدة. فكرة نقطة الغيرة دي بتيجي من نقطة انه انا مش مدركة ان ربنا يعني ما هو الوقت ده لو المفروض تحصل لي فيه الحاجة دي والمفروض ابقى سعيدة فيها دلوقتي، ربنا هيبعتها لي دلوقتي. ربنا مش هيبخل عليا بحاجة حلوة انا نفسي فيها. طالما الحاجة دي ما جاتليش في الوقت ده يبقى ده الاحسن ان هي ما تجيش في الوقت ده. طالما الحاجة دي جات له في الوقت ده يبقى ده اللي مستنيه دلوقتي، ده ما يخصنيش. انك تطلعي من نقطة النظرة السطحية على حياة الاخرين. عارفين انتوا اما تبصوا على حد حياته من بره كده هليلة فجأة انا بنسحب من الصورة دي، وانا بنسحب الاضاءة اتعملت وانا بنسحب من الصورة دي وارجع ابص لحياتي انا بطلة الحياة دي، انا اللي هنا اللي بحسن كل حاجة، انا هنا المسؤول عن كل حاجة. فعند النقطة دي انا ببدأ اشوف بقى في هنا مميزات وفي هنا عيوب، برجع بقى ايه لحياتي وكينونتي اللي المفروض انا اكون مركزة فيها. مش المفروض اكون مركزة في صاحبتي حصل لها ايه، في صاحبتي اتخطبت وانا ما اتخطبتش. ان انا احول المشاعر الوحشة دي لمشاعر تانية احسن. مثلا انا حسيت بالغيرة عشان صاحبتي نجحت في مادة وانا كان نفسي انجح في المادة دي وكان نفسي اخد الشهادة اللي هي خدتها، فحول المشاعر الوحشة لمشاعر حلوة. وحاولي تخلي النقطة دي في كل حاجة في حياتك. كل حاجة حسيتي تجاهها مشاعر وحشة اقلبي الموقف على طول وحسي المشاعر الحلوة بتاعتها. دلوقتي انا متضايقة عشان الكوباية اتكسرت، فاعكس الدنيا خالص، الحمد لله ان الكوباية اتكسرت وانا ما اتعورتش.
انا دلوقتي متضايقه علشان المشوار اللي انا كنت رايحه له اتاخرت عليه، الحمد لله اتاخرت عليه، انا مش عارفه لو رحت بدري كان ايه اللي هيحصل. طالما الدنيا اترتبت بشكل انا ماليش دخل فيه خلاص. يعني تخيلي لما تكوني انت راميه حمل حياتك على حد انت واثقه فيه جدا. شوفي بقى اكتر حد انت بتثقي فيه وتطمني ليه هو مين؟ باباكي، مامتك، اختك، ايا كان. تمام. والحد ده كان هو المسؤول عن حياتك، وهو اللي بيأخر لك وبيقدم لك وبيظبط لك كل حاجه. هل هتشغلي بالك ولو ثانيه ان انت كنت عايزه الحاجه دي في الوقت المعين ده ولا لا؟ عمرك. ليه؟ لانك واثقه في الشخص ده. انت واثقه ان الشخص ده هو اللي هيبسطك في الوقت المعين اللي المفروض تنبسطي فيه، هو اللي هيعمل لك حاجه معينه تتعلمي منها، هو ولله المثل الاعلى بقى. فتخيلي اصلا مجرد الفكره دي تخليك تتبطي شويه. نروح من اول نقطه، من فكر وتصرف ممكن يخلي قلبك قاسي لو معرفتيش تتعاملي معاه صح، لتصرف وفكر تاني للاسف بيدي انطباع عنك انك فعلا شخص قاسي. وللاسف النقطتين اللي انا جايه اتكلم فيهم دول بيدوا انطباع انه انا مش عايزه البنت دي تكون صاحبتي اكتر من كده. اول حاجه حابه اتكلم فيها هي نقطه التسلط، ان انا اكون شخصيه متسلطه وفاكره ان الكلام اللي انا بقوله هو الصح، ان رايي هو الصح، حتى لو رايي انا جايباه من مصدر موثوق. مثلا انا بتكلم بالدين، فالناس كلها لازم تبقى ماشيه بالدين، فالناس كلها لازم تغلطش، الناس كلها لازم تعمل اللي انا بقوله بالظبط، مش انا بقول الموجود في القران والسنه. فانا طول الوقت مندفعه جدا مع اصحابي، طول الوقت متسلطه. انتي بتعملي كده، انتي ما ينفعش تعملي كده يا بنتي، انا خايفه عليكي يا بنتي، مش عارفه ايه. وطول الوقت قاعده متربصه لهم لاي غلطه هم بيعملوها في حياتهم وانتي مش متقبلاها عشان انتي حاسه انك مش عارفه تتقبليها. نقطه انا عايزه اقول لكم النقطه دي فرقت مليون في المية كم الضغط النفسي اللي انا كنت بحس بيه في النقطه دي بالذات، اللي هو ما تغلطيش يا بنتي، ما تغلطيش، لا ما تعمليش كده. انه جسوت يا بنات، سيبوا الناس تعيش حياتها، سيبوا اللي عايز يغلط يغلط، سيبوا اللي عايز يعك في حياته يعك. ربنا هو اللي بيعلم. انا ادركت انه انا لما كبرت اتربيت ربنا هو اللي رباني، والله العظيم. ليه؟ وقعت في موقف وعملت غلطات وما كنتش بسمع لحد، وربنا هو اللي علمني، هو اللي خلاني بالشخصيه اللي انا عليها دلوقتي دي. ما عليا غير ان هو النصيحه، والله ربنا قال كذا 1 2 3، انت حر، انت حر. سيبوا الناس تعيش حياتها، ما تبقيش الصحبه المتسلطه اللي طول الوقت قاعده متربصه. للاسف صاحبتك هتخاف تيجي تقولك، وللاسف الصفه دي اما البني ادم بيبقى مقتنع ان هو لوحده صح، هو لوحده اللي فكره صح. اصلا النقطه دي اصلا كارثه في كل المقاييس. ولكن لو انتي جوزتي وخلفتي، الموضوع بقى هيبقى صعب جدا جدا، عشان الفكره دي بتبقى مترسخه في دماغك. مش هتبقي فالحه مع جوزك ولا تبقي فالحه مع اطفالك، ان الدنيا مش بتمشي كده. الدنيا مش بتمشي 1 زائد 1 بيساوي 2. انسي المعلومه دي خالص، وانسي ان انتي صح. اصلا كلنا شايفين نفسنا صح، انا شايف نفسي صح وانت شايف نفسك صح، كلنا شايفين نفسنا صح. احنا خلفياتنا مختلفه، ومش معنى ان انا شايفه ان ده الصح وده اللي انا مريت بيه وده اللي خلاني ناجحه وده اللي خلاني شخصيه متفاهمه وده وده وده، ده معناه انه بنتي لازم تبقى زيي، ده معناه ان اختي الصغيره لازم تبقى زيي. لا لا، سيبوا اللي حواليكوا يتنفسوا. تاني نقطه تيجي مع نقطه التسلط على طول، للأسف هي نقطة الأصدقاء الحساسين. ضغط نفسي رهيب من الشخصية الحساسة اللي موجودة في حياتك. ولو انتي الشخصية الحساسة، الشخصية الشكاية البكاية، طول الوقت شايفة ان الدنيا وحشة، طول الوقت اهلها ظالمينها، طول الوقت الدنيا جاية عليها، طول الوقت شايفة الجزء في امتحان النهارده في الكليه، ده انا ما ذاكرتش، ده انا ما عملتش، الدنيا سودة وانا هسقط وانا ايه. انا عايزه اقوله جه في بالي النهارده جدا، انه زمان كانت الناس لما بتشتكي اولا ما كانتش الشكوى زياده على اللزوم زي دلوقتي كده، طول الوقت التليفونات موجوده وحصل كذا وحصل كذا وحصل كذا. فكان بيبقى فيه فتره طويله اما تسمعوا شكوى عن حد، عن حاجه، عن بلس انه حتى لو كان في تواصل زياده عن اللزوم والناس بتشتكي، ما كانتش الناس حساسه للشك. يعني عايزه اقول لكم دلوقتي انا مش بنت عندي 24 سنه اهو،
انا ما بستحملش ان حد يجي يشتكي لي من حاجه، وبالذات انا مش بتكلم ان انا مش بقف جنب صحابي لو جت تشتكي لي، لا، انا ما بستحملش فكره ان الشخص سوداوي وشايف ان الدنيا كلها سودا، وشايف انه لو اتخربش خربوش خلاص الدنيا كده هتنتهي. ما بقدرش استحمل ده ابدا، ما بقدرش استحمل. انتوا عارفين مثلا مواقف غزه والسودان واللي بيحصل، لمجرد ان انا اسمع مثلا حادثه حاصله في الشارع اللي ورايا، انا ماليش دعوه، انا ماليش دعوه طول ما الحاجه مش جوه اوضتي، انا ماليش دعوه. ما نفسيتي ما تستحملش. فاعذري فكره انه ممكن تبقي انت ذات نفسك مش مستحمله ان حد يجي يكون طول الوقت بيشتكي لك، او شخصيه حساسه. اللوم طول الوقت والحساسيه المفرطه على اصحابك دي حاجه مؤذيه جدا ليكي، والناس هتبقى محدش اللي مستحملك النهارده مش هيعرف يستحملك بكره تاني، وللاسف الشديد مؤذيه ليكي انت كمان، لانه الشخص اللي بيتعود على الشكوى مش بيفهم فكره انه انا المفروض ابطل اشتكي. انا متعوده ان انا بتكلم في التليفون مع صاحبتي شايفه اوريدي كل حاجه وحشه، فانا هكلمها كل يوم اقول لها بصي حصل كذا وكذا 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 وكذا. ما بستوعبش بقى إن ممكن احكي لنفس القرف اللي حصل ده برضو الناس غريبه انا مش متعوده عليه، عشان انا متعوده احكي، انا متعوده اتكلم. بس لو انا بعدي الدنيا وموقف حصل مش بقف عليه، ولو انا خلاص يعني عادي حاجات بتحصل وحشه ومش نهايه الدنيا. اقول لكم على حاجه والله جت في بالي فجاه كده وانا جايه اتكلم دلوقتي. انا كفاطمه عندها 24 سنه ادركت انه حرفيا، انا بجد ادركتها من جوايا. عارفين نقطه لو كل حاجه بتعدي، بس انا ادركت فعلا ان كل حاجه بتعدي. اما بتحصل لي حاجه وحشه دلوقتي ببقى عارفه ان هي ده وقتها، يعني ده وقت الحاجه وحشه تحصل فيه، خلاص يعني سيبوا الوقت ده يعدي، ما هو كده كده هيعدي، وده وقت الحاجه الوحشه اللي تحصل، فخلاص سيبه تعدي. انما بقى مش هقعد انا بقى ايه جوه الحاجه الوحشه، ما هي هتعدي بس بقى تعدي. هقف لها ليه؟ الحاجات الوحشه والحاجات الحلوه عايزه احسها بحسها شويه، مش قادره احسها ما بحسهاش، خلاص بقى هنفضل حاسين بكل حاجه وحشه بتحصل لنا هنموت. ما انا من شويه الواحد كان عايز يقطع شرايين، والله العظيم انا حاسه لو شافوا اقول كده، بس والله العظيم من 3 أو 4 ساعات انا كنت واقفه في البلكونه ومفيش حاجه بتيجي في بالي غير انا هقف على السور وهنط دلوقتي حالا. انا دماغي مقفوله على ده، انا هقف على السور وانط من البلكونه دلوقتي حالا. يا رب محدش من اهلي يشوف الفيديو ده. لو دخلت من البلكونه عشان ما اعملهاش، عشان خلاص مش كنتش قادره جبت اخري. بس عامله عصير بشرب بشاليمو. دي الدنيا بتعدي. وبس دول كانوا ال3 نقط اللي انا كنت حابه اتكلم معاكم عليهم النهارده، علشان نكون صحاب خفيفه. انا حاولت على قد ما اقدر اخليهم كده نقط سلسه، بس هم للاسف في عمقهم مشاكل، وفي عمقهم قطع علاقات، وفي عمقهم ممكن حوارات تحصل مش المفروض او مش احسن حاجه اللي احنا نشغل بالنا بيها، او خلافات تحصل كبيره علشان انتي متسلطه بشكل ما، او عشان انتي حساسه بشكل ما، عشان انتي غيرانه ومش عارفه تعبري عن غيرتك، او مش عارفه تصلحي غيرتك. انا اخترت ال3 نقط دول النهارده عشان دول من اكتر النقط اللي بيطلع منهم مشاكل وحوارات كتير قوي بينا احنا كصحاب بنات. بس دي كانت حلقه النهارده. انا عندي نقط تانية كتير حابه اتكلم عنها، بس بناخد فاصل هنتكلم عن نقط تانية عشان في مواضيع تانية حابه اتكلم فيها معاكم برضو ان شاء الله في الفيديوهات الجايه. وبس كده يا بنات، اعملوا لايك وشير وسبسكرايب وكومنت كمان برايكم، عشان ببقى مستمتعه جدا وانا بقرا الكومنتات بتاعتكم. واخيرا كنا معا في واحده من حلقات فاطمه والبنات. دمتم سالمين، والسلام عليكم.